هيتم قتلك لو قربت من القبر ده او هتموت في خلال ايام. يوم 3 يناير سنة 1961 وتحديدا الساعة 9 مساء كان بيعمل الجندي ريتشارد ليروي، وده كان جندي في سلاح المهندسين كميكانيكي مشغل المحطة النووية 52 اتش، وفي اليوم ده كان في محطة الطاقة المنخفضة الثانية واللي اسمها SL1. الساعة 9 ودقيقة حصل ارتفاع في درجة الحرارة الداخلية ل 2000 درجة، وده ادى لتمزق في خزان مياه قلب المفاعل، وبسبب انتشار الاشعاع السريع كان مات 2 من زمايله، وعلى ما ريتشارد دخل ينقذ المفاعل كان مات هو كمان. يا باشا، ما الذرة ما فيش عندها يما ارحميني، ملناش دعوة بيهم يا عم، يدخلوا كلهم في شجرة. المهم ان بسبب اجسادهم امتصت الشعاع بكثرة بقت اجسادهم هي اللي مصدر عالي للاشعاع، فتم دفن اعضائهم مع حطام المحطة النووية. اما الجثث فسلمت لعائلاتهم في توابيت من الرصاص والخرسانة. طيب مقابرهم كان شكلها عامل ازاي؟ اولا المقبرة تحت امتار من الارض، عبارة عن تابوت معدني سمكه 30 سنتي مبطن من الرصاص والقطن والبلاستيك والنايلون. داخل التابوت ده تابوت معدني تاني سمكه 30 سنتي ومبطن برضه، وداخلهم تابوت تالت ورابع وخامس وسادس. الامن هناك شديد جدا وبيمنع اي شخص يقرب من المقبرة. يقال قديما ان هم كانوا بيطلقوا النار على اي شخص يقرب من المقبرة او حتى اي شخص يحاول يحفر بالقرب منها، لان قربك للمقبرة هيعرضك للاشعاع، اما بقى قربك لزر اللايك هيعرضك للامتاع ويعرضنا للانتفاع.